سلام الله عليكم عشاق المستديرة أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم تحفة كروية. وستشاهدون في هذا التقرير الأسطورة كريستيانو رونالدو يؤهل البرتغال إلى أوروبا 2024 ويعيد مقصيته الشهيرة أمام اليوفي مع المنتخب. بسم الله رونالدو يفاجئ الجماهير البرتغالية والعربية قبل تنفيذ ركلة الجزاء وكأنه لاعب مسلم. وأخيرا رونالدو ممنوع من دخول إيران والعقوبة قاسية. سنروي لكم القصة الكاملة والحقيقة التي لا غبار عليها. من يؤمن بتأثير السن فسيغير رأيه عند رؤية ما يفعله هذا الرجل بعمر 38. رونالدو لا ينوي ترك المنافسة للجيل الحالي ما دام قادرا على اللعب وهز الشباك. كلما كبر سنه ازدادت فعاليته وكأن المسألة تسير معه عكس البقية، أم أن للأمر علاقة بالجينات ونحن لا ندري؟ رونالدو يثبت أنه لا أحد من الجيل الحالي قد استلم المشعل من بعدها، وأنه لا زال الهداف الأفضل حتى بعد خروجه من القارة العجوز. بعمر 38 يزداد العطاء ويتجدد الشغف، ويأتيكم رونالدو بروح جديدة أكثر شبابا وحيوية. كريستيانو رونالدو لا زال يصنع المجد ويسجل أرقاما قياسية بعمر 38. ملعب الدراغاو احتفل بأيقونة كروية خالدة لن يكررها التاريخ. البرتغال كرمت ابنها البار بوصوله للمباراة 200 مع المنتخب، وفي ليلة تكريمها الأسطورة رونالدو ضرب الشباك مرتين أمام سلوفاكيا ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في سنة 2023 وثاني هدافي تصفية أوروبا ب7 أهداف. الأسطورة كريستيانو رونالدو يصبح أكثر لاعبا تسجيلا للأهداف دوليا ب125 هدفا، متخطيا كريستيانو رونالدو ب124 هدفا. ليلة جديدة من ليالي الدون التاريخية بصم خلالها على ثنائية خيالية في شباك سلوفاكيا بعمر 38 عام. الدون ما زال يبدع بفورمة العشرينات. انتقدوه على ذهابه إلى السعودية وقالوا إنه انتهى، فما كان منه إلا بالرد عليهم في ديارهم ومواجهتهم وهزيمتهم. هذا هو الدون كريستيانو رونالدو. وقال محمد أبو تريكة عبر قناة بين سبورت بعد تسجيل الأسطورة كريستيانو رونالدو هدفين وحصوله على جائزة رجل المباراة: نحن كمحللين ومشاهدين لكرة نستطيع أن نحلل ونفسر أي شيء، لكن الشيء الوحيد الغير قادرين على تفسيره هو شغف رونالدو بكرة القدم. اليوم عمره 39 عاما، وبكل هدف يسجله كأنه هدفه الأول. لازم نفتخر بوجود هذا الإنسان بكرة القدم. البرتغال بطلة نسخة 2016 حجزت بطاقتها إلى النهائيات بالعالم الكاملة عندما تغلبت على ضيفتها سلوفاكيا 3-2 ضمن منافسة المرحلة السابعة من المجموعة العاشرة في تصفية كأس أوروبا في كرة القدم المقرر نهايتها في ألمانيا. وسجل مهاجم النصر السعودي رونالدو ثنائية في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء والدقيقة 72 بعدما افتتح مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي غونزالو راموش التسجيل في الدقيقة 18. ورفع رونالدو غلته من الأهداف إلى 125 هدفا في مباراة الدوري 200، وهي المرة الثامنة التي بلغ فيها البرتغال العرس القاري في تاريخها، فعز صدرها للمجموعة برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مطاردها المباشرة سلوفاكيا. وغرد كريستيانو رونالدو بعد تأهل البرتغال إلى أوروبا عبر منصة إكس: نحن في أوروبا 2024 سعيد للغاية لمساعدة منتخب بلادي للوصول إلى التصفيات النهائية للبطولة. شكر خاص إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجماهير الحاضرة في المدرجات على التحية الرائعة. وصرح الدون بعد المباراة عند سؤاله عن الاعتزال بأنه لا يفكر في المستقبل الآن، بل يفكر في المدى القصير ويحاول دائما الاستمتاع باللحظة. وقال أنه سعيد جدا في نادي النصر السعودي والمنتخب. أما مارتينيز مدرب البرتغال فصرح بعد نهاية المباراة بأنه عندما خرج رونالدو باكرا من المونديال أمام المغرب اعتقد الجميع أنها النهاية وسيعتزل، لكن ما يحدث اليوم هو درس للجميع بأن هذا الرجل لا ينتهي. لقد ولد ليلعب كرة القدم. بهذا العمر هو أكثر من ساهم بالأهداف في العالم. إنه أسطورة. ربما لن يجد كاتب التاريخ حبرا كافيا لكتابة إنجازات رونالدو بعد اليوم.
الأسطورة كريستيانو رونالدو يسجل في الموسم 21 على التوالي مع منتخب البرتغال. وفي لقطة رائعة كان رونالدو سيعيد هدفه في دوري الأبطال ضد اليوفي، حيث أن جواو كانسيلو لعب كرة عرضية داخل منطقة جزاء سلوفاكيا، فقرر رونالدو أن يبهر ويذهل الملعب كاملا ويطير في الهواء ويضرب مقصية خرافية جعلت خليل بلوشي في حالة جنون. كريستيانو ولولا مضايقة زميله راموش لأعاد لنا نظير المقصية التاريخية أمام اليوفي بدوري الأبطال. رونالدو يفاجئ الجماهير البرتغالية والعربية قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وينفذها وكأنه لاعب مسلم في مشهد مفاجئ للجميع. بسم الله بسم الله. كريستيانو رونالدو يثير الجدل في لقاء البرتغال وسلوفاكيا، يبدو أنه تأثر بالسعودية كثيرا. حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي في لقطة مثيرة للجدل خلال مواجهة البرتغال وسلوفاكيا المقامة حاليا في مدينة بورتو البرتغالية. وفي الدقيقة 29 أضاف الصاروخ ماديرا الهدف الثاني من ضربة جزاء، والتي كانت موضع الجدل جراء ما فعله رونالدو قبل تسديدها. رونالدو تمتم بعض الكلمات قبل تسديد الجزائية بحسب لغة الشفاه، ووفقا للغة العربية فسرها البعض أنه قال بسم الله، لكن في الوقت ذاته لم يتبين حقيقة ما قاله تحديدا، خاصة وأنه من الوارد أن تكون بعض الكلمات باللغة البرتغالية، لكن ليس ببعيد أنه يكون قد ردد بسم الله بسم الله، خاصة وأنه احتفل بأحد أهدافه في السعودية من قبل بالسجود على الطريقة الإسلامية، متأثرا إلى حد كبير بالمدة التي قضاها هناك في العاصمة السعودية الرياض. يشار إلى أن رونالدو انتقل للعيش في الرياض منذ يناير 2023 وقتما انتقل للنصر في صفقة الانتقال الحر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد. أوضحت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي سيواجه عقوبات كبيرة من طرف القضاء الإيراني بسبب معانقته للرسام فاطمة حمامي، وهو تصرف بمثابة زنا في إيران. ووفقا لبرنامج تشيرينغو الإسباني، فإن الزيارة التي قام بها رونالدو لإيران ولقائه بالرسام الإيراني المصاب بالشلل بمقر إقامة بعثة النادي السعودي سببت له العديد من المشاكل مع القضاء الإيراني. هذا وطالب عدد من المحامين الإيرانيين بالحكم على رونالدو ب99 جلدة في حال زار إيران مرة أخرى بسبب معانقته للرسام حمامي، تعبيرا منه عن شكره على الهدية التي قدمتها له. يشار إلى أن كريستيانو رونالدو سافر رفقة فارقه النصر شهر شتنبر المنصرم إلى إيران لملاقاة بيرسيبوليس الإيراني لحساب دور المجموعة لدوري أبطال آسيا، وقدمت ظل لفاطمة قميصا موقعا وبدلها بحضن مؤثر وقبل رأسها. وكإيجابية تجاوبا مع هذه اللفتة قدمت له فاطمة بعض الأعمال التي رسمتها بقدميها. ونقلا عن مصادر إعلامية فإن هذا الموقف يضع رونالدو في مأزق قانوني يحتاج إلى تدخل دبلوماسي وقانوني لحله وتفادي العقوبات المحتملة. وبالمقابل نفت سفارة إيران في العاصمة الإسبانية مدريد ما تردد عن صدور حكم ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ب99 جلدة في إيران. وبالتالي فإن الأسطورة كريستيانو رونالدو لا يواجه حاليا أي عقوبة، بل فقط هي إشاعات صحفية مغرضة.